اليوم عندنا موضوع مهم وشيق. حكومتنا الله يعزها ان شاء الله ولا يعز عليها، في اوقات الامطار بتعمل انذار من قبل الامطار باسبوع، وقبله بثلاث ايام، وقبله بيومين، وبتعمل تعليق دراسه، وكمان الان وصل التطور انه يعمل صفارات انذار زي ما شفنا في الجوالات، طيط طيط جوالك يصفر انه انت في مرحله خطر. صح؟ صح. بنشوف ترسانات الدفاع المدني موجودة في الشوارع، بنشوف سيارات الإنقاذ، كله جاهز، جاهزية كاملة، ويطات الشفط جاهزية كاملة. صح؟ صح. ويجيك واحد ملقوف بثوب النوم، يا جماعة، ثوب النوم اللي ريحته شوربة من رمضان، ماشي لك كذا مرفع الثوب زي كذا، شوف، وماشي في الاسفلت ماسك الجوال، جدة 1400، تلاقيه عارف ماسك الثوب كذا، ها، وماشي في الشارع، جدة 25/10/1400، مراسل الجزيرة بيوثق بالتاريخ، حطط لك كود السناب كذا على الطرف، اللي في الحارة أي أحد يشوفني في الخريطة. يعني الحكومة قالت لك أجلس في بيتك حرصا على سلامتك وأنت ماشي لي. الموية أصلا يعني مو فوق ركبتك، بتدق في الرفرف، خلاص الموية واصلة للمؤخرة، بتدق. لو في بلاعة أعزكم الله مجاري مفتوحة، إيش حنسوي لك؟ لو في بلاعة مفتوحة ما فيها غير 3 رز بحمص عند الرجال، 3 تباسي و2 عند الحريم. ما لا غير كده، ما لا غير كده. لو بلاعة مفتوحة أنت شايفها، ليه تمشي في الشارع؟ ليه تتمشى 1442 25 11؟ ليش؟ ليه؟ بعدين انت قرفان من المويه. يعني انا ابغى افهم، معلش انا اسف حقرفكم، بس انا ابغى افهم. انت ماشي برجلك بشبشبك في الشارع هذا طول السنه الناس تتمخض فيه، اللي عادي يتمخض، واللي بيكون عنده انفلونزا وحساسيه في الصدر يتمخض، عارفها، يجيك هدف هذه ويتمخض. بنغالي متنبل يتمخض، امتصاصات كل التنبول اللي فمه يتمخض في الشارع، فتيجي المويه تغسل الشوارع، انت تدخل رجلك في ذي المويه. يا اخي ما تقرف. بعدين تجيك زوجته، عارف، تطلع للاعلام، زوجة المبلوع في البلاعه، حبيب قلبي كان بيوديني وانا ماني عارفه، قال لي انا مسافر سفره طويله. كان مسافر الله يرحمه مع اصحابه اندونيسيا، كان رايح في الامه في اندونيسيا، بس ملك الموت عليه السلام لقفه بدري قبل السفره. ايش في؟ وتجيك جاراتها، عارف، في العزاء يحكوا، مصور السناب، زوجة المغدور في البلاعة، زوجة الملقوف في البلاعة، يحكوا كده، وتبدأ القصص. زوجته تقول لك سبحان الله قبل ما يموت بشهرين هو كان الله يرحمه، كان يعني بغير انه ملقوف اهبل، وكان يلطم ينزل يتشاكل مع الحارس حق العمارة تحت، قبل ما يموت الله يرحمه اعطى الحارس 50 ريال، اتاريك بيودع واحنا ما ندري. لا هو ملقوف ونزل مات في البلاعة وسوي عليه قصة. ويجيك واحد رسام يرسم على البلاعة ذكرى المغدور كده بسبب الجوال بيموت. ترى ملقوف، ترى انتوا يعني في اشغال للجهات المسؤولة، والله من اللقافة. مطر انذار تكي في بيتك، اخرج لعمل محدد وارجع. الله تبارك الله. الان خلاص نقدر نعلن 6 ساندويتش اللي في شارع قريش، هذه اللوحة.